أكلة الحلة الواحدة، باحب جدًا الأكلات دي، سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت، هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف أكلتنا. في حلة فيها مادة دهنية هنقطّع فيها بصلاية مكعبات صغيرة، بصلاية كبيرة هنقطّعها مكعبات صغيرة. أول بقى ما البصل يبقى لونه دهبي غامق بالشكل ده، هننزل عليه بالفراخ غاسلينها كويس جدًا ومصفيينها تمامًا من المَيّة، وأي فراخ متوفرة عندِك تنفع جدًا، يعني ممكن بالصدور بس أو بالأوراك تنفع جدًا، وممكن كمان تنفع بالبانيه. بعد كده هنشوحها كويس جدا بالشكل ده لحد ما يبقى لونها دهبي. هننزل عليها بطماطم متقطعه مكعبات صغيره، جزر مبشور، والجزر ده حطاه في الفريزر متفرز، يعني فلفل اسود وبهارات، وكمان قرفه عيدان، كوبيبه صيني، وحبهان، ورق لوري، وكمان معانا قرنفل. هنشوح بقى كل الكلام ده كويس جدا، وطبعا ضفنا فلفل اسود وكمان بهارات بقى فراخ او بهارات رز مبهر، اي بهارات عندك متوفره هتنفع. هنشوح بقى الفراخ ونهدي عليها النار ونغطي ونسيبها بقى لحد ما تطلع الميه بتاعتها، وكمان تشربها وتتشوح وتبقى معانا بالجمال ده. هنضيف بقى الملح، وطبعا لازم نظبط الملح بتاعنا، وهننزل بقى بميه مغليه من الكتل بالشكل ده. هنغطي الفراخ معانا بالميه. اول بقى ما الفراخ والميه كده يغلوا مع بعض، هنهدي عليها النار ونسيبها بقى تستوي تماما، يعني انا عايزه الفراخ بتاعتنا تستوي سوا كامل. هدينا عليها النار لحد ما استوت، ودلوقتي بقى الفراخ استوت معانا سوا كامل. هنشيل الفراخ من الميه. عايزه اقول لكم ان الريحه دلوقتي في الوقت ده خطيره جدا، يعني ريحه بقى الفراخ وهي بتستوي مع البهارات والبصل والطماطم والجزر، بجد الريحه حلوه جدا، والفراخ يعني واخده نكهه حلوه جدا. هنشيل الفراخ، وبعد كده هنضيف معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من الكاري، وكمان قرن فلفل حامي. وبعد كده معايا رز بسمتي غسلاه ومصفياه تماما من الميه، وهنزل بيه على الميه بتاعه الفراخ او شوربه الفراخ دي. بعد كده اول ما الرز يتشرب معانا هنهدي عليه النار، ونرجع بقى للفراخ بتاعتنا. معانا معلقتين كبار من الصلصه، صلصه معلبه او صلصه، بس اهم حاجه تكون صلصه من غير بصل وثوم، صلصه معلبه او صلصه ساده، وينفع كمان معلقتين كبار كده من الكاتشب. بعد كده هنضيف عليه نص معلقه من الملح، وكمان فلفل اسود وبهارات، وكمان ربع معلقه من البابريكا، ومعلقتين كبار من الزيت. هنقلبهم كويس جدا، يعني هنضيف الكلام ده كله على الصلصه وهنقلبهم كويس جدا. وبعد كده ندهن الفراخ بتاعتنا من الناحيتين بالشكل ده بالفرشه. المهم ان احنا عايزين ندهنها كويس بالخلطه دي. هنضيف معلقتين زيت على وش الفراخ وندخلها تحت الشوايه. بعد كده هنرجع للرز، هنلاقي الرز بقى استوى معانا وبقى جميل جدا ومفلفل. الفراخ حمرناها من الناحيتين، هنرص الفراخ فوق الرز بالشكل ده، وبعد كده فحمايه مولعاها، وكمان هنزل عليها بمعلقتين من الزيت. والخطوه دي طبعا اختياري، لو مش حباها ما تعمليهاش خالص، بس هي بتدي ريحه وتدخينه حلوه جدا للرز وللفراخ كمان. وخلاص كده الاكله بتاعتنا السهله البسيطه خلصت خلاص، واكله طعمها خطير جدا. الفراخ شاربه من التتبيله، والفراخ دايبه دوب، والرز كمان شارب من التتبيله، وكمان شارب من الفراخ. طعمه حلو جدا، جربوها تعجبكم. صحتين والف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والمتابعه.